السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله النهارده انا عملت لكم الفيديو اللي انا وعدتكم بيه، ان انا هسيح معاكم الزبده واوريها قدامكم واوريكم ازاي هي طلعت جميله. طبعا انا زي ما قلت قبل كده ان احنا عندنا زبده من فريش، بس زبده فريش انا ما كنتش جربتها، فطبعا انا جبت كيلو جربته الاول في بيتي عشان اشوفها عامله ايه. فانا الحمد لله جبت كيلو وجربته، وانا عن رايي انا عجبتني جدا، ريحه وطعم بجد حلوه جدا. يعني كده انا جبت اهوت كيلو معايا وفتحته، هو بيجي مغلف في كيس كده، حطيته في الحله اهوت وبدات اسيحه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهي بدات تسيح معايا، بس انا كنت معليه النار شويه عشان تسيح على طول عشان مده الفيديو. ما شاء الله ريحتها كانت حلوه جدا. انا عن رايي في زبده فريش انا ما رضيتش اتكلم عنها، هي موجوده معايا يعني موجوده وبنبيعها، بس انا ما كنتش جربتها فما رضيتش اتكلم عنها واطلع اتكلم الا لما جربتها عن نفسي. فجربتها وانا شخصيا عجبتني جدا، ريحه وطعم ولا اروع بجد يعني. فهنا الزبده هي بدات تسيح معايا، وبرده هتكلم في الفيديو هشرح عشان في بنات طبعا ما بيعرفوش يسيحوها، انما طبعا اكتريتكم بتعرفوا تسيحوها كويس، بس في بنات لسه متجوزين فمش بيبقوا لسه عارفين الزبده بتسيح ازاي. فعشان كده انا هتكلم في الفيديو وانا بعملها. يعني هنا كده هي بدات تفور الاول زي اللبن كده. انا في الاول بدات اقلق منها لما لقيتها عماله تفور كتير كده، بس بجد طلعت معايا النتيجه كانت بهرتني في الاخر. كده بدا بقى تفصل اللبن عن السمنه، والسمنه بدات تظهر كده معايا. هي ريحتها حلوه جدا. يعني انا كنت بجيب من حد من معروف يعني في بيته، والله ما تفرق عنها حاجه. وبعدين اصلا انا طالعه عملت الفيديو دوت كنت عاملاه ومسجلاه، وبعد الناس لما خدت مني كيلوهات جربوها، هنا بدات الزبده تفصل اهي السمنه. ودي المرته بوريكم، بقول لكم المرته هي مش كتير، ده الكيلو المرته بتاعتها ما كانتش كتير. وطبعا ناس كتير عارفه ان السمنه البلدي الحلوه الكويسه المرته بتاعتها ما بتبقاش كتير. السمنه بقى اول ما المرته تبدا تصفر كده ذهبي ندفع عليها، ما تطوليش عليها عشان ما تتحرقش، لان السمنه بتحتفظ بدرجه الحراره. كده بقى بدات ترغي معايا، والناس اللي عارفه في السمنه كويس ان الرغاوي ديت بتبقى السمنه كويسه. وبعدين في حاجه عايزه اقول عليها، انا للاسف الزبده دي كنت ببيعها ب 120، الزبده غليت، والناس اللي كانت طالبه مني زبده مش عارفه اجيبها للاسف لانها بقت ب 130، وحرام ان 130 يعني الحاجه زادت قوي. اهيت بعد ما خلصتها ما شاء الله جميله جدا. في حاجه بسيطه بس عايزه اقول عليها، وانتي بتسيحي الزبده ما تحطيش عليها ملح، عشان هي بعد ما انا سيحتها لقيتها متملحه. هنا بقى بدات اصفيها في البرطمان وهوريكم الزبده معلش المرته اللي طلعت منها مش كتيره هي. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبتكم باذن الله انا موجود عندي كميات، بس هجيبها بالطلب. الاول كنت بجيبها وبحطها وكانت الناس كتير جربتها وشكرت فيها، انما دلوقتي هي غليت، فاللي عايز بالطلب ان شاء الله يطلب وانا هجيبها له. وبصوا هنا في الطبق، بصوا بعد ما الزبده نشفت يعني جمدت ما شاء الله، بيضه ومرمله ازاي. بصوا الترميله بتاعتها جميله. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله برضو هجرب السمنه ديت في وصفات عندي في قناتي على اليوتيوب، قناه طبخ كرمتك. وان شاء الله هجرب بالسمنه دي وصفات وهتشوفوها عندي ان شاء الله. ادخلوا القناه واشتركوا وانتوا هتشوفوا كل الوصفات اللي هتنزل باذن الله. السلام عليكم.